قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما، أنعم الله عليهما باستذكار الفهم عن الله، لأنه ما دام كتب الله لكم يا ناس ادخلوا بس، وهو على طول كده تدخلوا. احنا قلنا بس ساعد الدعاء بشويه ايه، مش قلنا مش الام قالت ايه، بيقول لها يما ادعي لي ان انجح، قالت له يا ابني هدعي لك بس ساعد الدعاء بشويه مذاكره، بس ساعد الدعاء بشويه ايه، شويه مذاكره بس عشان تبقى يعني حتى قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما، فكأن الخوف من مخالفة أمر الله نعمة، والفهم من الله عن عباراته نعمة. ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه، الله مش قتلتموهم تغلبوهم، ده بمجرد الدخول، بمجرد الدخول هتلتفتل زي ما قلنا نصرتوا بالرعب كده وقاعدين كده، لان ساعه ما يكونوا جماعه جبارين وبعدين يشوفوا شويه جماعه كده. ده لما عملوا اساطير حول هذه القصه يقول لك ده فيه واحد منهم اسمه عوج، راح لقى الجماعه دول، ما قال الجماعه اللي جايين يدخلوا علينا البلاد دول اما نروح نشوفهم ايه، وكان رايح يجيب فاكهه، قام خطف منهم اتنين، قالوا بيقولوا حطهم في كمه ويا شويه فاكهه جايبهم من الجنينه للريس بتاعهم، وبعدين دخل عليه قال له الجماعه دول جايين عايزين يدخلوا علينا الباب، قال له عمل كمه كده نطرهم قدامه، يعني شوف المبالغه قد ايه النوم يعني. قال فاذا دخلتم عليهم، مجرد الدخول فانكم ايه، فانكم غالبون. بعض المفسرين قال وقال رجلان من الذين يخافون، من الذين يخافون يعني البنو اسرائيل يخافوهم، يبقى اللي قالوا من مين؟ مش من بني اسرائيل، لا من اللي بيخاف منهم بني اسرائيل. قالوا لهم ما تنغروش بالاجسام دول، جنود ربنا بقى يعني، ما تنغروش باجسامهم دول ولا بكبارهم، ده بزقه كده وبصه يفروا من قدامكم. من مين دول بقى؟ الاولانيين يبقوا من بني اسرائيل، ان كان على الثاني يبقوا من مين؟ من الاعداء نفسهم. ما تتغرروش، يبقوا ما يعلم جنود ربك الا ايه، الا هو. وقال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين. ما تقعدوش تحسبوها بقى بالكمبيوتر وتقولوا احنا كام وهم كام ومعانا ايه وما معناش ايه واحنا الواحد منا وزنه قد ايه بالنسبه له، ما تحسبوهاش كده، احسبوها ايمانيا. احسبوها ايه؟ ايمانيا، بان معكم الله وان تنصروا الله ينصركم وان جندنا، حطها ديا وياك في الكفه بتاعت قوتك. فتوكلوا ان كنتم مؤمنين بحق، توكلوا. قالوا يا موسى انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها، يعني الخلاصه ما تدجعش دماغك ويانا، مش هي معناها كده؟ هي بالفلاحي كده ما توجعش دماغك، لن ندخلها ابدا ما داموا فيها، ان كنت مصر اذهب انت وربك فقاتلا. يا هو على السخريه، يا هو على الاستهزاء. لكن ليه ما قالوش ارنا الله جهره؟ طب ما هو برضه قالوا ارنا الله جهره. اللي يقول كده ما عبدوش العجل، طب ما هو عبد، اللي يقول كده ما يقولش كده ولا لا؟ اذهب انت وربك فقاتلا انا هنا ايه، قاعدون.